الخطوة التانية اللي هتبني جوازة سعيدة وناجحة لأولادنا هي إدارة الفلوس. لكم قصة حقيقية حصلت معايا تقريبا وأنا في رابعة أو خمسة ابتدائي. كان معايا حد في المدرسة اسمه فادي. فادي كان راجع من أجازة مع أهله وكان راجع مبسوط قوي، كان راجع بطريقة مختلفة. أنا عمري ما شفت فادي مبسوط قوي كده. فطبعا سألته إيه فادي، قولي أخبار الرحلة كانت عاملة إزاي؟ قال لي كانت حلوة قوي، بس المرة دي كانت مميزة جدا. قلت له مميزة في ايه اللي حصل؟ رحتوا اماكن جديدة؟ قال لي لا. قال لي بابا اداني فلوس الرحلة كلها وقال لي فادي انت المرة دي هتكون مسؤول عن العيلة كلها في إدارة فلوس الرحلة. قال لي بص يا فادي هتاخد الفلوس واحنا عايزين نروح الحتة الفلانية وكل حد هيبقى نفسه في حاجة، انت اللي معاك الميزانية وانت تظبطها تشوف هينفع نعملها او ما ينفعش نعملها، احنا هنسمع كلامك. طبعا فادي اول مره يبقى هو المسؤول عن الفلوس، بس كان متحمس جدا ان بابا اداله المسؤوليه دي من السن الصغير ده، وكان اختبار بالنسبه لي. فالميزانيه كانت بالظبط مصروفات الرحله والمواصلات، بنزين او خلافه، والانشطه اللي هتتعمل في الرحله. قال لي يا فيفيان ما تتخيليش انا مسكت الميزانيه وفعلا كانت على القد. فكان كل حد ما بيطلب مني مثلا عايز ايس كريم، عايز اي حاجه نعملها جديده، ابص على الميزانيه ولو اشوف هتنفع او ما تنفعش واقول لهم اه او اقول لهم لا. بصراحه كانت تجربه جامده قوي، بس اتعلمت فيها ان مش كل حاجه بقدر اطلبها ممكن الاقيها. ومن هنا من سن رابعه ابتدائي او خمسه ابتدائي فادي ابتدى يتعلم اداره الفلوس. انا عايزه اقول لكم ان الفلوس هي تاني اكبر مشكله في الجواز. يا اما طرف بيتحكم قوي في الفلوس، يا اما الطرف التاني عايز يصرف براحته، او طرف بيعرف يعمل ميزانيه، او طرف تاني مش عارف اي حاجه، او فكره القروض وفكره ان احنا بندخل في ديون. نخلوا الولاد تتعلم من بدري اداره الفلوس علشان ده هيساعدهم بعد. ابدا معاهم بثلاث اساسيات: التوفير، الصرف، المشاركه. اديلهم مصروف صغير وعلمهم ازاي يخططوا يستخدموه صح. كلمهم عن الفلوس بطريقه تناسب سنهم، ما تخليش الموضوع سر او حاجه بتضغط عليهم. لما الولاد هيفهموا الفلوس صح هيكبروا واثقين ومستعدين يتعاملوا مع الفلوس من غير خوف ولا تعلق ولا ضغط. ودي مهارة مهمة جدا لعلاقات سعيدة وناجحة. أنا فيفا.